يا ترى سمعت قبل كده عن المدينة الغرقانة في اسكندرية؟ أيوة، في مدينة كاملة تحت المية اسمها هيراكليون، ومكانها دلوقتي في منطقة أبو قير. القصة بدأت من زمان جدا لما تأسست اسكندرية سنة 332 قبل الميلاد على جزيرة اسمها جزيرة فارس على إيد الإسكندر الأكبر، واحد من أشهر القادة العسكريين في التاريخ. المدينة كانت مركز للتجارة والحضارة ودرع دفاع قوي جدا للجيش المقدوني، وخصوصا في البحر المتوسط. لكن أواخر القرن الثاني قبل الميلاد حصل زلزال ضخم جدا ضرب المنطقة، وبعده حصلت فيضانات وتم هدم المباني، ومع مرور الزمن غرقت مدينة هيراكليون بالكامل، وغرق معاها أجزاء من اسكندرية نفسها. وفي سنة 2000 علماء الآثار اكتشفوا الكنز المفقود اللي تحت المية، تماثيل، آثار، حطام سفن، مراسي وعملات نادرة، كلها تحت سطح المية في أبو قير. ويقال إن اسكندرية غرقت مرتين بتسونامي، مرة سنة 365 ومرة تانية سنة 1303. ورغم كل ده اسكندرية لسه سايبالنا كنوز فوق الأرض وحضارة عظيمة، من قلعة قايتباي لعمود السواري للمسرح الروماني لمكتبة اسكندرية القديمة. لو عاوزين تعرفوا أكتر عن اسكندرية اكتبوا لنا في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وفولو في ضيافة علشان يوصل لكم كل ما هو جديد في عالم